طيب كده بدأنا لايف. اتفضل. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنيسة السودانية لجميع الطوائف في ألمانيا، احتفال بعيد الميلاد المجيد تحت شعار فقال لهم الملك لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. لأنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. ده وقت كويس ماشيين نبدأ برنامج بتاعتنا بصلاة افتتاحية مع القس. ويتفضل بصلاة افتتاحية. صلاة افتتاحية مع القس إدريس. افتح ميوت يا قس. ابونا ادريس ما موجود. ابونا ادريس لا بيتكلم في الميوت. في حاجة عليه؟ هيصلي صلاة افتتاحية. اوكي. طيب خلينا كده مع بعض نصلي، الناس اللي بيسمعونا هناك. إلهنا الصالح يسوع المسيح، بنجي تحت صليبك يا رب في هذه المساء اللي انت باركتنا، واحنا مجتمعين اليوم الثاني على التوالي عشان نحتفل بيك. انت اللي اتولدت في المزود، لكن اليوم انت بتتولد في قلوبنا، لذا ده وقت الكويس احنا جايين نبدا برنامجنا. محتاجين يا رب قيادتك تقودنا وتتجلى في وسطنا، واحنا بادئين عايزين نبدا بروح القدس. تكون يا رب انت اللي قائد في كل شيء، في كل تسبيح، في كل عباده. عايزين نشوفك وانت يا رب موجود في وسطنا، وانت بتعمل، وانت بتوصل الرساله بحسب ما انت وضعته اليوم انه توصلها يا رب. يا رب كون مع قياده، كون مع كل واحد منا يا رب. عايزين يا رب الاحتفال والبرنامج تكون بيك انت ومخمور بيك انت يا رب. عايزين صيت حولنا بقوه الروح القدس، عايزين نتقابل معاك الليله انك تباركنا يا رب. تعال سود المكان بروح القدس. الشبكه قاعدين نرفعها في يدك يا رب، انك تهيمن عليها يا رب. في الاخوه كثير واخوات كثير بيحاولوا عشان ما ينضموا معنا لكن ما قادرين يا رب. سهل لهم كل شيء حتى نبتدي سويا يا رب. تعال ابتدي بينا وكمل بينا، لأن سألنا بمن فدانا ربنا يسوع المسيح. امين امين امين. شكرا. بعد ما صلينا صلاة افتتاحية ماشيين نكون مع الترانيم تعبدية مع الشباب، ترنيمتين تعبدية عشان نصلي صلاة الشكر والاعتراف. شباب يقودونا في ترانيم تعبدية. روح الله ندعو تأتي في وسطنا روح الله ندعو
جالس في السماء والله لك كل الأشياء وكل قوتي ورئاستي وكل اسم وسيادتي غائب جالس في السماوات لك كل الأشياء مستحيل أن تعوز المجد قدرة والكرامة تعز بك مستحيل أن تعوز المجد قدرة والكرامة تعز بك واشتريتنا فديتنا لذلك نهيبك لذلك أمين. ممكن عم إسماعيل ناصر يقودنا في صلاة الشكر والاعتراف. إسماعيل ناصر ممكن تقودنا في صلاة الشكر والاعتراف. ملك الملوك رب يسوع المسيح، ونشكرك ونعظمك يا رب لأنك أنت حفظتنا في هذا الأيام حتى حصلتنا في الولادة الجديد يوم 25 شهر 12 عشان تجدد قلوبنا، ويجيناك يا رب اليوم بقلوبنا المكسرين
عشان أرقى لك رجليك يا رب. الشيء اللي عملنا بالفكر بالفعل يا رب جيناك عشان نرقى لك، وانت بترى كل وينا، لاننا نحن ما عارفين عملنا شنو، ولكن انت اللي بتعرفنا، اللي انت بتعرف كل واحد فينا، وجيناك يا رب عشان نقول لك معلش، عشان تجددنا ويا رب ونكون تحت قدمك، وانت كنا لحسب مشيتك. انت ماشي تبارك كل واحد فينا اجى اليوم يا رب عشان يرقى لك. يا رب نشكرك ايضا لانك انت اللي حفظتنا من سنين حتى وصلتنا في هذا السنه الجديد، وفرحانين لاننا عايشين كثيرين الما وصل في هذا السنة أو في هذا الولادة الجديد في 25 شهر 12. ولكن يا رب أنت اللي حبيتنا، ونرجع لك الشكر ونرفع اسمك يا رب. أنت ملك فينا حتى أطفالنا، وتمسكنا في يدك يا رب، تقودنا لحسب مشيتك في هذا السنة الجديد. عشان كده بنرجع لك الشكر يا رب، لأن الاهتمام اللي أنت بتهتم بنا ليل والنهار، وأنت ماشي تبارك القلوب، وأنت ماشي تمسك يا رب كل واحد فينا، وتقودنا حتى شبكتنا يا رب، وأنت يا رب تقويه، لأنه الشيطان بيجي بالطرق كثيرة مختلفة. ويا رب نحن بنرفض باسم يسوع، ونرفض هذا الشوشوة من الشياطين. ويا رب انت قودنا ومشينا لحسب مشيتك، باركنا وتمم بينا كل يا رب اللي انت بتعرف قصدتنا يا رب، وكل البرنامج اديناك له في يدك، وانت قودنا لحسب مشيتك. باركنا واحفظنا باسم المسيح يسوع ربنا، امين. امين امين. بعد ما صلينا صلاة الشكر والاعتراف، قبل ما نبدأ التسبيح ماشيين نكون مع كلمة الترحاب من نائب الرئيس، وليتفضل. اوكي. بسم الاب والابن الاله الواحد امين. المره الثانيه على التوالي نحن في ايام بتاع اعياد الكريسماس، ومبسوطين كمان اليوم ان احنا هنكون مع بعض، ونرحب بكل واحد اليوم خلى كل اشغاله عشان يجي كمان نحن نعبد ربنا ونفرح بميلاد سيدنا وملكنا يسوع المسيح. لو في زول فينا يعني ضيف اول مره يحضر معنا، نقول لك انت مرحبا بك، خد مكانك، ونرحب بكل الناس اللي بيسمعونا. ومعلش النهارده شويه تاخرنا، كمان عايزين نعتذر انه كنا بنحاول ان نعمل لايف في الفيس، لكن في شويه مشكله في تكنيكال. بس دلوقتي احنا برضه رسلنا 2 لينك، الناس اللي بيقدروا يخشوا بزوم اللينك الفوق يخش بزوم الفوق عشان يخش لايف في اليوتيوب، واللي ما بيقدر كمان يكون قاعد في الماسنجر وانت بتسمع. وشكرا، ربنا يباركنا. شكرا، ربنا يباركك كتير. بعد ما سمعنا كلمة ترحاب، وده وقت كويس كل واحد ياخد حريته، وماشيين نخش في فقرة بتاع التسبيح مع الشباب، وخلوهم يدونا 3 تسابيح قوية كده عشان نستمتع ونحيي الجو بالتسابيح. فاتفضلوا يا شباب.
بعد ما الشباب يخلصوا الأمهات تجهزوا بترنيمتين كمان من الأمهات بعد ما الشباب يخلصوا. اتفضل يا شباب. من أصغر البلاد قبل الطفل يسير في ليلة الغيلة في ليلة من الشتاء بجهد وألم تدخل اليوم العصر عصيرة عصير الغنم بيت تبيت بنا وصاحب الأمجاد تطوفك بدلنا في ليلة الميلاد بيت تبيت بنا وصاحب الأمجاد تطوفك بدلنا في ليلة الميلاد وفي السماء احتفلت جيش الملائكة تعجبوا إذ تقدير الملائكة تعجب جندي السماء إذ أبصار البهاء يرقد فوق الغشنا فرش ولا مقام بيتك في ظلمها يا صاحب الأحجار فهبك بدل في ليلة الميلاد بيتك في قلوبنا يا صاحب الأمجاد فهبك بدلنا في ليلة الميلاد بيتك في قلوبنا يا صاحب الأمجاد فهبك بدلنا في ليلة الميلاد. وترنيمتين تقريبا للشباب صح؟ يا شباب 3 ترانيم واتفضلوا ترنيمة ولا ترنيمة. إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو مسيح الرب. نحن مواصلين مع الترانيم تسبيحية. جزيرك يسوع لما يجي من السماء يسوع الحبيب جاي الليلة جاي القرب الغرابة وإلى مصيرك يسوع لما يجي من السماء يلا يلا ليه يلا لقلوبنا يلا يلا ليه يلا قلوبنا سلمك عنيك يا غلي شايف حياتك جميلة قرب تعال وابدلك هتلقى حياة أبدية قلبك عنيك يا غلي شايف مكانك جميل تعال وابدلك هتلقى حياة أبدية يلا يلا ليه يلا قلوبنا يلا يلا ليه
قلوبنا. يا ربي لي حوالي من الظلام، يا ربي احفظني من الأسى، يا ربي لي حوالي من الظلام، يا ربي احفظني من الأسى. نعيش في درب سلام بلا ندم، نعيش في درب سلام بلا ندم. أنت نور يا رب وقت الصلاة، أنت اليد لي في المساء، أنت نور يا رب وقت الصلاة، أنت اليد لي في المساء. بدل السراب سعاد الاستحاء، كلمة فيها مليش على العذاب. بدل السراب سعاد الاستحاء، كلمة فيها مليش على العذاب. عايش في غرب هناك بلا تعب، عايش في غرب هناك بلا تعب. أنت نور يا رب وقت الصلاة، أنت هي دليل في المساء، أنت نور يا رب وقت الصلاة، أنت هي دليل في المساء. صار البكاء فرحة بدل العناء، صار السماء بيتي فيها الهنا، صار البكاء فرحة بدل العناء، صار السماء بيتي فيها الهنا. عدت ظلامي خلاص مدى المشى، عدت ظلامي خلاص مدى المشى. أنت نور يا رب وقت الصلاة، أنت بيدني في المساء، أنت نور يا وقت الصلاة، أنت بيدني في المساء. أمين أمين، ربنا يباركك كثير. مجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرم. الفقرة ده كمان هنسمع تسبيح من أمهات، ويتفضلوا بالترنيمتين. Hallelujah. Armagna na chimna na hello, nalo elele iliran ngorotlo, alne chimga taralo. أمين. Mananya nilagi, hataya nirangere ma, helangana nilagi, helangana nilagi, hataya nirangere ma, helangana nilagi, helangana nilagi, hataya nirangere ma. Hiramanandileki, Atayanirandayeso, Hiramanandileki, Atayanirangerima, Hiramanandileki, Yeso, Idagarmanacho, Nitamagida Moro Atanamura Mananda, Pareganation. Yeso, Idagarmanacho, Nitamagida Moro Atanamura Mananda, Pareganation. Enarnya tengayo, ngajele sana, ngerona mengetenya, ilarana mengetele sama, cang-cang. Enarnya tengayo, ngajele sana, ngerona mengetenya, ilarana mengetele sama, cang-cang. Enarnya watinya, ngajele sama, ngerona mengetenya. Ilarana mengetele sama, cang-cang. Hilamanan, dari ini. Atayaniran gorima, Hilamanan-dileki, Hilamanan-dileki, Atayaniran gorima, Hilamanan-dileki. أمين أمين. خلينا نسمع ترنيمة كمان مع بعض. في ليلة الميلاد جاء الملاك أهلا وبشر أعظم خبر لنا. في ليلة الميلاد جاء الملاك أهلا وبشر
أعظم خبر لنا الليلة يتولد المسيح هو رجاء العالم وصار خلص لنا الليلة يتولد المسيح هو رجاء العالم وصار خلص لنا في هيزة الزمان ظهر إله الحي في هيئة إنسان وعاش في عالمنا في هيزة الزمان ظهر إله الحي في هيئة إنسان وعاش في عالمنا جانا المسيح الحي عشان يشيل خطايانا ويكون فداء لنا جانا المسيح الحي عشان يشيل خطايانا ويكون فداء لنا في مدينة داود في بيت لحم اتولد المسيح في مزود حقير في مدينة داود في بيت لحم اتولد المسيح في مزود حقير عشاننا تواضع المسيح عشان يشيل خطايانا ويكون فداء لنا عشاننا تواضع المسيح عشان يشيل خطايانا ويكون فداء لنا المجد في العالي الليلة أعظم يوم فرح لكل الناس وعلى الأرض السلام المجد في العالي الليلة أعظم يوم فرح لكل الناس وعلى الأرض السلام مسيحنا إله قدير وعجيب وأبا أبدية ورئيس السلام مسيحنا إله قدير وعجيب وأبا أبدية ورئيس السلام جينا لك يا يسوعنا جينا فرحانين عايزين نقدم لك أجمل أناشدنا جينا لك يا يسوعنا جينا فرحانين عاوزين نقدم لك أجمل أناشدنا يسوعنا أنت الملك يا يسوع أنت الملك لحياتنا كمان خلص لنا يسوعنا أنت الملك يا يسوع أنت الملك لحياتنا كمان خلص لنا يسوعنا أنت الملك يا يسوع أنت الملك لحياتنا كمان خلص لنا يسوعنا أنت الملك يا يسوع أنت الملك لحياتنا كمان خلص لنا أمين 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 بعد ما حيينا الجو بالترانيم وكمان ماشيين نخش فترة مهم جدا للصلوات ماشيين نصلي صلوات العامة من أجل بلدنا السودان وكمان ماشيين نصلي من أجل الكنائس في أنحاء العالم مختلفة زي ما أنتم عارفين أحيانا في مشاكل في الكنائس في اضطهادات ناس بسبب ناس مؤمنين أكيد دخلوا السجون بسبب يعني
ناس كتار ما حابين ناس يوصلوا الرسالة بتاع رب يسوع المسيح. ماشيين نصلي خلي ربنا يحمي، نصلي من أجل الخدام والقساوسة والمبشرين، خلي ربنا يديهم بركة خاص ويقدر يوصلوا الكلمة بتاع ربنا في أمان. وكمان ماشيين نصلي من أجل المرضى، كثيرين عيانين، كثيرين ما لاقيين عشان ما يتعالجوا، كثيرين في بلاد كثير ما في حتى دكاترة عشان الناس تحصل على علاجات. ماشيين نصلي خلي الدم بتاع يسوع المسيح وحماية خاص ربنا يتدخل ويديهم شفاء. ماشيين نصلي من أجل أولادنا في أنحاء العالم، ماشيين نصلي من أجل أنفسنا حتى نشكر ربنا من أجل ربنا حفظنا من السنين المضى، ما زال بيحفظنا وبرعانا من كل شر وشبح الشر. وكمان ماشيين نصلي من مشاكل وحاجات كتير بتحصل من أجل أمراض كورونا، خلي ربنا يدينا حماية. نصلي من أجل الناس المتشردين، الناس المشتتين في أنحاء العالم، ربنا يديهم حماية خاص من أجله. وماشيين نجيب الترنيمة التعبدية من يرشدهم روح الله، 3 أنفار يصلوا لنا، واحد يصلي من أجل المرضى ومن أجل الكنائس، والثاني يصلي لنا من أجل بلدنا السودان ومن أجل أولادنا ومن أجل أنفسنا، والثالث يصلي لنا من أجل المشاكل والهروبات اللي بتحصل ومن أجل المرضى. وشكرا. اتفضلوا بترنيمة تعبدية من الشباب ونكون في رهبة الصلاة. Invito salamu Yesu, isimbito salamu Yesu, isimbito salamu, isimbito salamu, isimbito salamu Yesu, isimbito salamu, isimbito salamu, isimbito Yesu, isimbito baraka Yesu, isimbito baraka Yesu, isimbito baraka, isimbito baraka, isimbito baraka Yesu, isimbito baraka, isimbito baraka, isimbito baraka Yesu, ودائما منينا ودائما منينا يسوع، ودائما منينا يسوع، دائما منينا ودائما منينا يسوع، هو دائما منينا، هو دائما منينا، هو دائما منينا يسوع، هو ما بيسيب وما بيسينا يسوع، هو ما بيسيب وما بيسيبنينا يسوع، هو ما بيسيب وما بيسيبنينا، هو ما بيسيبنينا، هو ما بيسيبنينا يسوع، هو ما بيسيبنينا، هو ما بيسيبنينا، هو ما بيسيبنينا يسوع،
isimbito furaha Yesu, isimbito furaha Yesu, isimbito furaha, isimbito furaha, isimbito furaha Yesu, isimbito furaha, isimbito furaha, isimbito furaha Yesu. شكرا. أمين. ماشي نكون في فترة بتاع الصلوات، يا ريت نصلي، كل زول يمسك له طلب ويصلي. تفضلوا. نعم، إلهنا القدوس ربنا يسوع المسيح، إله الشفاء، إله الأمس واليوم وإلى الأبد. يا رب نقول لك شكرا لأنك أنت إله بتشفي دائما. إحنا ما عندنا دكتور غيرك يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع عندنا إيمان إنك أنت يا ربنا منذ زمان أنت قومت الناس كثير من الموت، وفتحت يا ربنا أعين الناس اللي كان ما بيشوفوا، وفي ناس ما قادرين يمشوا يا رب أنت خليتهم يمشوا، في ناس ما كان بيسمعوا وأنت خليتهم يا رب يسوع المسيح بيسمعوا، في ناس كان مربوطين بأرواح شريرة وأنت يا ربنا فكيتهم يا ربنا من قيود الإبليس. إلهنا بنثق إنك أنت لا نفس إله الأمس، نفس إله اليوم، نفس إله إلى الأبد. يا ربنا إحنا خطاة، ولكن برحمتك زي ما أنت ربنا قلت لما نحن نطلب كل شيء باسمك يكون لنا، عشان كده بنعلن يا ربنا شفاعك وسلطانك على كل واحد يا ربنا مريض، كل واحد يا ربنا بيعاني من كل أمراض كان عنده يا ربنا أي مرض يا ربنا في جسمه، ونعلن يا ربنا شفاك في اسم يسوع المسيح. لو كان يا ربنا موجودين في مستشفيات في بيوتهم، ولو في زول معانا كمان حاليا عنده أي مرض يا رب بنعلن شفاك في اسم دم يسوع المسيح. في ناس كثيرين يا ربنا موجودين في دول كثيرة، في دول في أفريقيا ما عندهم يا ربنا علاجات، لكن أنت إلهنا الشافي، أنت الدكتور الوحيد اللي بتلمس، واسكين يا رب إنك ماشي يا رب تعمل. شكرا لأنك يا رب استجبت، ونباركك ونعظم اسمك في اسم يسوع المسيح، لك كل المجد. آمين. يا أبانا بنجي قدامك يا رب في هذه اللحظة، لأنك يا رب أنت أبونا ما بتفتر مننا لما نرجع لك في كل وقت وفي كل دقيقة. جيناك في هذه اللحظة بمشاكلنا الكثير ده، وإحنا يا رب موجودين في العالم هنا بنعاني من أمور كثير، أولا كشعبك ككنيستك الموجودة في العالم هنا. الكنيسة بتعاني من أمور كثير جدا يا رب، والضغوطات الأيام الأخيرة الشريرة اللي انتشرت يا رب سموم في العالم عشان يضعف إيمان بتاعت الكنيسة. أنا قد أصلي من أجل الكنيسة في هذه الأيام إنك يا رب تقوي الكنيسة، والكنيسة ترفع راياتها يا رب في كل مكان في العالم، في أركان الأربع. يا رب ساعد الكنيسة حتى ينشر رسالتك الحية، والرسالة توصل لكل شخص يا الله. أنا قد أصلي في اسم يسوع في الدول ما لاقين يا رب الكلمة إنه يسمعوه، يا رب بمشيئتك أنت توصل يا رب كلمتك من خلال يا رب المبشرين، من خلال ناسك اللي أنت اخترتهم بالطريقة اللي أنت عارفه يا يسوع. في الدول الثانية يا رب الناس قاعدين يتحدوا، المسيحيين قاعدين يتحدوا
إلهنا أنت إله القادر على كل شيء، تستطيع يا رب أنك تعمل يا رب شعبك الكنيسة بتاعك حتى يكون بذرة حقيقية في كل الدولة وفي كل العالم يا رب. أشكرك وباركك يا رب. من أجل ذلك ما في السلام، الكنيسة بتفتش أنه تكون في استقرار حتى كلمتك تنشر، لكن عشان ما في السلام في العالم خاصة يا رب أفريقيا بلادنا يا رب. أنا قد أصلي في اسم يسوع أنك تدي سلام، لأنك يا رب أنت رئيس السلام، ومنك سلام يا رب تهم كل الدولة وكل العالم. بلدنا السودان، أفريقيا، جبال النوبة، جنوب السودان، النيل الأزرق، دارفور يا رب، ديل كل قاعدين نجيبه قدامك الآن. تنظر إليهم بالنظرة بتاعت الرحمة، ترحمهم، ترحم يا رب الرؤساء الحاكمين يا رب، الظالمين يا رب، اللي داسين شعب تحت رجلهم يا رب، المتسلطين على الشعب. أنا قد أصلي يا رب أنك تحررهم أولا، تديهم نعمة في عيونهم، تديهم سلام الداخلي حتى سلام ينبثق منهم إلى البلاد. أشكرك. في الدول تاني ناس بيموتوا كمان زي سوريا، وزي تاني أفغانستان، زي دول تاني يا رب ناس بيموتوا عشان السلطة. أنا قد أصلي أنت رئيس السلام اللي ظهرت يا رب في المزوج، اللي اتولدت في المكان الأخير عشان تدي السلام. لذا من سلام ده احنا قاعدين نتبقوا تماما انك ترسلوا في الدول ناس بيموتوا ابرياء، ارواح بيحصد ليلا ونهار، الدماء تسفك كل يوم. الهنا انت ملك الملوك ورئيس السلام، سلام اللي انت قلت سلام يعطيكم، سلام يترك لكم، سلام الذي يفوق كل عقل يا رب. تلك السلام احنا جايين تهم العالم، دول الفوة حروب. اشكرك يا رب من اجل الدولة احنا قاعدين فيه ده كمان كلاجئين يا رب، مش اللاجئين فحسب، لكن يا رب انت جعلتنا السفراء، لذا تعمل من خلالنا عمل كبير جدا. تعظم عملك معنا يا رب واحنا قاعدين في الدولة ده. بارك الحاكمين، بارك الرؤساء، بارك الوزراء، بارك الرئاسة الجديدة يا رب بالقوانين الجديدة قاعدين نرفعه قدامك. يسوع انت بتسهل كل امور، احنا نعيش يا رب. انت اللي وعدتنا يا رب المكان اللي بيدوس فيه بطوننا ارجلنا قد صار لنا. اشكرك يا رب لانك انت اديتنا هذه البلد ان نعيش فيه، واسمك يعلى من خلالنا في هذه البلد. يا رب استخدمنا واعمل مشيئتك فينا. صل يا رب من اجلي اجتماعنا اليوم يا رب، زي ما اجتمعنا يا رب عايزين رسالتك توصل للعالم كله من خلال يا رب وسائل التواصل ده، رساله توصل بالطريقه اللي انت مخططه يا يسوع. هيمن علينا في هذه الوقت حتى اسمك يتمجد ويعلى من خلالنا في هذه الوقت. شكرا لانك تسمعنا تستجيبنا بشخص يسوع المسيح، لك كل المجد. امين امين. نحن مواصلين في الصلوات، واحد يصلي من أجل أولادنا في أنحاء العالم ومن أجل أنفسنا، من يرفض روح الله يواصل في الصلوات. أبانا بنشكرك ونعظم اسمك يا أبونا السماوي، شكرا لأنك أنت دايما معانا وتحمينا يا أبونا السماوي. عشان كده بنرجع لك الشكر في يوم بتاع الليلة. بنصلي يا أبونا السماوي من أجل أولادنا في أنحاء العالم يا أبونا السماوي، حماية خاصة يا أبونا السماوي. كتير يا أبونا السماوي أولادنا متشردين يا أبونا السماوي، أولادنا كتير يا أبونا السماوي ما عايزين يسمعوا
كلام عشان يمشوا كنايس بابا يسوع المسيح، فتصلي الصلاة خاصة يا أبونا السماوي بإنك تمشي تزورهم وتوريهم بأنه أنت هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلى بيك يا أبونا السماوي. تعرض أولادك يا أبونا السماوي إلى محضر بتاعك بابا يسوع المسيح. تعال أنت يا أبونا السماوي زورهم زيارة خاص. كثيرين يا أبونا السماوي هم حاملين السلاح يا أبونا السماوي ما بيمجد اسمك. أولادنا كثير يا أبونا السماوي بيمشوا في الطريق ما بيمجدك. تعال أنت يا أبونا السماوي بروحك القدوس أسحر لكل واحد يا أبونا السماوي. حتى أولادنا بخشوا السجون يا أبونا السماوي بطريقة ما كويس بابا يسوع المسيح. زيارة خاص يا أبونا السماوي. أنت الماشي في كل القيود يا أبونا السماوي. كثيرين يا أبونا السماوي ما بيسموا يا أبونا السماوي لمجد بتاعك بابا يسوع المسيح. تعال انت زورهم زيارة خاصة يا ابونا السماوي. اديهم حماية يا ابونا السماوي بصفة خاصة. اولادنا يا ابونا السماوي القايدين يا ابونا السماوي في الغربة يا ابونا السماوي. تعال انت يا ابونا السماوي المسهم يا ابونا السماوي. شيل عنهم يا ابونا السماوي الحاجات اللي ما بيمجدك يا ابونا السماوي. شكرا لان انت دايما بتسمعنا بنخد كل جنب في ايدك يا ابونا السماوي. خلينا نقدر نربي ايال يا ابونا السماوي لمشيتك انت يا ابونا السماوي. خلينا نربي ايال بالتربيه اللي انت عايزه انت يا ابونا السماوي عشان يعرفوك يا ابونا السماوي. يا ابونا السماوي انا متاكد كل الجنة يا ابونا السماوي لما يعيش في الكلمه بتاعك بيبعد من الحاجات اللي ما بيرضيك يا ابونا السماوي. خليهم يبعد يا ابونا السماوي من اشياء بتاع العالم يا ابونا السماوي. حاجات كتير في العالم بغير اولادك يا ابونا السماوي بيبعدوا عنك يا ابونا السماوي. لكن قلت كل الاشياء بتزول لكن كلامك ما بيزول بابا يسوع المسيح. ثبتنا في الكلمه بتاعك للمنتهى يا ابونا السماوي. خلينا نكونوا ساهرين يا ابونا السماوي لان نحن ما عارفين اليوم ولا الساعه اللي انت هتجي فيه يا ابونا السماوي. خلينا جاهزين في كل شيء يا ابونا السماوي. بنصلي يا ابونا السماوي من اجل جروب يا ابونا السماوي وكل نفس اللي حاضر والما حاضر يا ابونا السماوي. بنصلي يا ابونا السماوي حمايه خاصه يا ابونا السماوي. قوينا يا ابونا السماوي في ايماننا يا ابونا السماوي. لان انت قلت يا ابونا السماوي لو عندنا حبة إيمان زي حبة الخردل نقدر ننتقل جبل من مكان لمكان آخر يا أبونا السماوي. خلينا نستخدم السلطان اللي أنت اديتنا له يا أبونا السماوي عشان نقدر نعمل عجائبك يا أبونا السماوي. خلينا نوصل رسالة بتاعك لكثيرين اللي ما بيعرفوا اسم بتاعك يا أبونا السماوي. خلي اسمك يتمجد يا أبونا السماوي في اسم يسوع المسيح. آمين آمين آمين. بعد ما صلينا الصلوات العامة ماشيين ننتقل لفرصة تاني. ماشيين نسمع ترانيم من أبهات وماشيين نسمع ترنيمتين من الآباء وخليهم يتفضلوا. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. اتفضلوا جيبوا الترنيمتين. يا يونس خش. طيب طيب عندنا الترنيمة يعني كعباء طبعا ما جهزنا ترنيم كل لكن هنجيب ترنيمة واحد. أمين ربنا يبارككم. طيب كن معنا يا رب كن معنا كن معنا يا رب كن معنا كن معنا يا رب كن معنا أنت دايما كن معنا في بيوتنا يا رب كن معنا طريقنا يا رب كن معنا يا أسفلنا يا رب كن معنا أنت دايما كن معنا في أمراضنا يا رب كن معنا في ألمنا يا رب كن معنا
في تهديدنا يا رب كن معنا، أنت دائما كن معنا. في صلاتنا يا رب كن معنا، في ترتيلنا يا رب كن معنا. في كلامنا يا رب كن معنا، أنت دائما كن معنا. في إيماننا يا رب كن معنا، في رجائنا يا رب كن معنا. في محبتنا يا رب كن معنا، أنت دائما كن معنا. في أفكارنا يا رب كن معنا، في حياتنا يا رب كن معنا. في قلوبنا يا رب كن معنا، أنت دائما كن معنا. آمين. هللويا، مجدا للرب. الرب يستحق التسبيح بكل وقت. امين. ده وقت كويس كمان. نكون مستعدين، هنجيب ترنيمة واحد قوية كده عشان نستقبل بها الخادم، وترنيمة من أمهات عشان نقدر نستقبل الخادم اللي جاي يدينا كلمة. ترنيمة قوية من الأمهات. هللويا، مجدا للرب. ده وقت كويس، ماشيين نقعدوا بهدوء وكل زولك في الميوت بتاعه
عشان نقدر نسمع كلمة الرب يسوع المسيح في خلال الدقائق البسيطة، وكلنا نقعد بحدود. وصاحب الخدمة اتفضل، ربي يباركك. شكرا. بنقدر نقول للناس اللي قاعدين هناك في جروب تاني، انا ما اعرف بيسمع صوت كويس. قول معنا هللويا. الجماعة التانيين كل واحد يفتح ميود ويرد. الموجودين في مسجد طبعا بيكون في ناس لسه دخلوا. احنا هسي عاملين 2 ربط في اللينك مترسل 2، في اللينك فوق في اللينك تحت. اللي فوق ده اللي بدخلك في زوم وباللايف في يوتيوب، ولو ما قادر تخش انت بتخش بالتحت بدخلك في الماسنجر. ولا ابونا بيسالكم انتوا سامعين صوته؟ هللويا. لكن صوت ضعيف جدا يا استاذ يونس. هللويا. من وبيوصل لهم ما مشكلة، صح؟ أكيد بيوصل لهم في اسم يسوع. أمين. عم اسماعيل انتوا سامعين صوت ابونا ولا ما واصل؟ ما في صوت، أنا كمان ما سامع. في صوت لكن ضعيف خالص. ابونا حاول ارفع صوت شويه طيب. اوكي. اي طبعا هو ده صوت للاخر يعني، لكن ما في مشكله. خلينا كده دلوقتي نقرا وبعدك نصلي، وعايزين كمان نصلي من اجل الصوت ذات عشان يوصل للجماعه دي. نقرا دلوقتي في اشعياء الساعه 9 والعدد 6. اشعياء 9 والعدد 6. وكمان نقرا في العهد القديم العهد الجديد في رساله افسس الساعه 2 والعدد 14. وانا بنادي اقبال خليها تقرا الايات دي باللغه العربيه فقط عشان نكتفي باللغه العربيه ونسمعه. اقبال تفضلي. آيات 9 الآية 6. هي طيب لو فتحنا مع بعض خلينا نسمع. بيقول كده: لأن يولد لنا ولدا ونعطى ابنا وتكون رئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. رسالة أفسس الساعة 2 والعدد 14. أفسس الأصحاح 2 أفسس الأصحاح 2 من كم؟ 14. طيب لو فتحنا مع بعض يقول: لأن هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحد، نقط حائط للسياج المتوسط. شكرا ولا نكمل؟ لا شكرا. عايزين نصلي دلوقتي من اجل الصوت، ان الرب يوصل الصوت والرساله توصل. اسم يسوع المسيح. ابوي انا قاعد اصلي في اسم يسوع المسيح. ده وقت يا رب انت جهزتنا انه نسمع منك، وعشان نسمع منك كمان في الشيطان واقف على الهوى وعايز يحجز كلام.
يا رب أنا قاعد أصلي في اسم يسوع، كل قيود تنقطع تماما، تفشل كل خطة بتاعت إبليس المخطط الوقتي إنه يبهدل الكلمة. أنا قاعد أنتحرك يا إبليس، قاعد أعلن دم يسوع المسيح في كل شبكة، في كل تلفون، في كل شخص، إنك توصل يا رب رسالتك لكل شخص، حتى اللي بيشوفونا واللي بيسمعنا. اجعل رسالتك حية وفعال. اخفينا ورا الصليب، ظاهر نفسك انت يسوع، كلمنا وكلم كل واحد مننا. احنا في حاجة، واحنا قاصدينك يا رب انه نسمع منك ونشوفك يا رب، انت قاعد تباركنا. استولى المكان، ادي كلام عندي بتت الفم، امسى الشفتية، تكون كلام ممزوجة بقوة الروح القدس، ومعيد كمان بقوة الروح القدس وبالهام روح القدس. يا الله شكرا لأنك تسمعنا، بشخص يسوع المسيح لك كل المجد. آمين. يمكن كده قاعدين تسمعونا ولا لسه في مشكلة؟ في مشكلة لسه يا يونس ولا؟ تمام، سكوت معناه كده مظبوط صح؟ قاعد يتكلم في ميوت أنا؟ الأستاذ يونس. انت سامعني؟ ايوه ايوه يا ابونا. انا قاعد اقول للجماعه دي لك سامعين خلاص كده ولا شويه في مشكله؟ طيب الناس اللي في نادى انتوا سامعين صوت ابونا؟ واضح. تمام. اي قبل كان ما واضح، لكن هسه واضح، لانه الصلوات انا ما سمعت حتى قال امين، انا ما سمعت اي حاجه، لكن هسه واضح. على كل حال ما في مشكله. اللي عايزين نوصلوه الوقتي ونسمعوها لما سمعنا هي رساله السلام. احنا قاعدين نحتفل مني بدايه شهر 12 برئيس السلام، وعايزين نسمع يعني شنو الشيء يجي يقول صفات الكثيرة اللي لقيناه في العدد 6 ده، بس وقفنا في موضوع رئيس السلام. يعني شنو القاصد من نشايا برئيس السلام؟ نبوة الشيا ده إحدى من النبوات الشهيرة بميلاد المسيح، وإشعياء تنبأ وأدى ملامح للعالم للابن اللي جاي يتولد، إنه يضعوه اسمه عجيب، وكمان اسمه وهو شخصيا يكون مشير، هو شخصيا يكون إله، هو شخصيا يكون قدير، هو شخصيا يكون أبا، هو شخصيا يكون رئيس السلام. وده موضوعنا في المساء ده. في العالم اللي بتسود عليه العروبات اللي احنا قاعدين نشوفوه، وهنا يمكن جزء مننا لمسناه وجرينا منه بسبب الهروبات والعنف الموجودة والبسود على العالم، خاصة بلادنا أفريقيا، بالخصوص السودان وجنوب السودان. العنف الموجودة والتسلط الموجودة اللي شفناها ولمسناها، نرى ازاي يسوع المسيح زي يسوع المسيح نفسه
يصير إلى كلية القدرة وكلية سلام كمان. إزاي؟ تاريخ البشرية كلها يسود عليه يعني العنف. ممكن يعني في عنف ما بين نفسك ونفس، يعني ما بين نفسك في آدم السلام، ده في البشرية. لكن يسوع المسيح تجسد بالتواريخ اللي احنا قاعدين، يعني العالم المسيحي اتفق عليه انه ده تاريخ الميلادي، وصار فعلا ميلادي، انه العالم بيحتفلوا برئيس السلام دوت منذ ذاك الولاده، لما ظهر ولاده يسوع المسيح في المزود. وكلمه سلام هنا انا داير بس نقول حاجات بسيطه عن السلام. كلمه سلام بيعني هنا باللغه بتاع الجماعه الثانيين اللي هو الشالوم، وبيستخدم غالبا للإشارة إلى الهدوء. يعني كلمة شلوم بالجماعة التانيين اللي هو العبرانيين يعني شلوم يعني بيشير إلى الهدوء، يعني ما في عنف وما في كراهية وما في زحضة، يعني ده سلام أو السكوت من الأفراد كان أو في المجموعات. ولكن اللغة الثانية الجماعة الفلاسفة اللي هو اليونانيين، كلمة السلام بيعني ريني، ويعني كمان الوحدة والتوافق. والكلمة ده بيستخدم دائما زي ما يعني يتكلم أو استخدمه بولس الرسول في الحتة اللي احنا لقيناه دوت في أفسس، بيتكلم عن وحدة الكنيسة. أول انسجام الروحي اللي منه يطلع منه التصالح، يعني السلام في التصالح أو في مصالحة. والمصالحة دوت بيبتدي مع النفس، يعني الإنسان محتاج يصالح مع نفسه ثم يصالح مع الله. فنحن كبشر بسبب العداوة اللي كنا ارتكبناها وصرنا عدو لله، بسبب دوت جاءت يسوع المسيح متجسد. الله جاء ظهر في الجسد. يبقى السبب بتاعتنا نحن كبشر عشان نحن صرنا عداوة أو صرنا عدو لله بسبب الخطية والعصيان اللي ارتكبناه في جنة عدن بواسطة آدم. الله تجسد عشان يرد العلاقة ده. يجي بولس الرسول في روميا 5:10 يقول ولكن الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. ما قال ولد المسيح لأجلنا، لأن بولس هنا يشير إلى موت المسيح، وموت المسيح مرتبط بولادته. إذا ما كانت ولادة ما كانت الموت موجود في الصليب. إذن الولادة بيسبق الموت، والموت بيجي بعد الولادة. ده اللي عرفناه كبشر. إذن الرسول يقدم لنا رسالة قوية جدا،
إنه نحن بعض أعداء بسبب الخطية. الله بين محبته، المحبة المخزونة منذ فترة طويلة جدا. الله بين محبته في شنو؟ في تجسده في الإنسان. وجات رئيس السلام اللي احنا قاعدين نحتفل به الوقت، والمسيح مات لأجلنا، لأن اليوم ذاك اتولد، وفي كان صعوبة جدا لما اتولد. الناس كانوا مصارعين مجموعتين، ودرجوا المجموعة الرافضين ولادة المسيح، درجوه من ذاك الوقت لحد ما طلعوه في الصليب كزول، كواحد مجرم، لكن هو بار. إذن بسبب تضحية المسيح يعني عد نفسه التضحية عشان يسترد كل علاقة المبغوضة بسبب العصيان بولادته في جسد، وكمان تجسده، وكمان موته. إذن الرقم النمرة 2 بنستطيع نقول انه بسبب تضحية المسيح هو يعني استرد علاقة المفقودة بدري بسبب التجسد بتاعته، بسبب الولادة اللي اتولد، وبسبب انه هو رئيس السلام استرد علاقة ده. انت كنت غاطي، انت كنت معكم بالموت، انا ذاته وكلنا القاعدين هنا والعالم كله، لكن يسوع المسيح جاء تجسد عشان يسترد العلاقة ده لأنه هو رئيس السلام. إذن السلام اللي يسوع المسيح اللي جاء أداه العالم ده، السلام ده ينزع من قلوب البشر، قلوب البشرية يعني، كل الخطايا، ويشيل كل العصيان، يخلي حياة الإنسان حياة تكون يعني ملك ليسوع، ملك لرئيس السلام. إذن نستطيع نقول كمان وبسبب تضحية المسيح ضاع المسيح بنفسه بتجسده، يعني أنا قصد إنه يقدم نفسه عطية، يعني ما في إلزام كان، وما في حد يعني أجبر الله، لكن خطيتنا، خطية البشر أجبر يسوع المسيح، أجبر الله إنه يتجسد. خطيتك وخطيتي وخطية العالم أجبر الله إنه يتنازل ويتجسد في الإنسان، وده السبب من أجله الله تجسد وصار رئيس السلام في علاقتنا معه تاني. إذا نحن كبشر أصبحنا في تلك الوقت عندنا سلام مع الله. المسيح استرد كل اللي كان مبغوض، علاقة اللي كان مكسرة، علاقة اللي كان مبهدلة، الله استردعه بتجسده. عشان كده إشعياء يقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون رئاسته على كتفه ويضع اسمه عجيبا. يسوع المسيح هو عجيب ومشير كمان، وإلها قديرا أبا أبديا، رئيس السلام. أنت بتستمتع الوقت في السلام المسيح، البشر بيستمتع الوقت بالسلام مع الله، لكن يا لو من كثير من البشر ما بيستمتعوا بالسلام ده، لكن مفتكرين تاني بيستمتعوا بالسلام تاني. الغنى لما حد يكون غنيان، لما حد يكون في الرفاهية وبيشوف انه خلاص ده السلام، لكن نفس الوقت هو عميان وما عارف انه سلام المسيح لو غايب ما بيكون ده سلام، ما بيكون ده سلام حقيقي. هللويا. إذن المسيح قدم نفسه كعطية أكثر من ما مجرد إنه يكون السلام، لكن هو أعطى حياة أبدية. شفت كلامنا؟
المسيح بس ما صالح الإنسان وإنه الإنسان يعيش معه في السلام، إنه الإنسان يكون يعني عنده سلام مع الله وبس، لكن أدى كمان إنسان أحياء أبدية. لكن يدل الإنسان ده الإنسان الجيب له ده الجمال. المرة اللي فاتت لما اتولد يسوع قبل الولادة تشجعوا، تحركوا، مش عشان يشوفوا، مش عشان يبحثوا، مش عشان يشوفوا من الناس مريم دل وينوم، عشان يقدم له بعد التعاية بعد السجود. ده الناس دلك ألدهم حياة أبدية، وما أنت الوقت مستمتعين في السلام مع الله. وأنا منهم وأنت منهم كمان، ونحن كلنا منهم لو قبلنا يسوع المسيح بالإيمان. هللويا. إذا بولس يقول مجتهدين أن تحفظوا ويدنية الروح برباط السلام. هو يسوع المسيح هو سلامنا. يعني مش عايزين نقول تاني في حتة يعني سلام مش بس الله صار سلامنا، يعني لكن هو يعني كسر الحيط اللي كان حاجزنا بينه وبين الإنسان، لكن بقى في يعني فجوة فاضح. يلا بقينا احنا بنمشي لله بطريقة يعني بتاعت حرية. يعني نطلع نقول له أنا عايز يا أبوي، وأنا تعبان يا أبوي، وانا يعني مريض يا ابوي اشفيني. لكن قبل كده كان ما في حاجات زي ده. كان الكاهن زينا كده اللابس حاجه داوت، يعني انت خاطي تفتش غروب من ما في، تفتش تيس من ما في، تشتري تيس وتجيبه في الكنيسه، وانا اشيل تيس دوت نيابه عنك. انت ما بتشوف اي حاجه، نخش فوق جوا هناك نعمل كلام كيف ده، يلا نجي نناديك ونقول لك انت خلاص معفي من الخطيب. تاني تمشي تخطي، تاني تفتش الطيس وتفتش اللي هو الخروف ولا اي حاجه تاني نجي نتبع عليك. يا الكلام ده كان مكلف شديد. عشان كده الله شاف الكلام ده مكلف للانسان، جاء كسر الحيطه ده وجاء نفسه قال انا يهوذا الذبيحه الاخير. المسيح صار الذبيحه الاخير، وصار كمان السلام الاخير. سلام اللي كان مفقوده، اللي كان يعني موجود بين الانسان والانسان بقى تعبان، بقى بيجيب كل يوم خروف، بقى بيتعب نفسه يعني بالتقاليد بالروتينيات. لكن لما جاء تجسد بقى في السهوله شديد. اذا نحن في النعمه، احنا في السلام مع الله رئيس السلام اللي قالوا عنه الشياع والاكدوا عنه اللي هو الرسول بولس في كلام دوت، انه لانه هو سلامنا. الله هو يسوع المسيح هو سلامنا الذي جعل الاثنين اللي كانوا منقسمين، اللي كانوا فيهم عداوه، يعني اليهود والامم اللي ما كان عندهم اتفاقيه كله اللي ما كان عندهم يعني سلام. تجسد المسيح تقارب المفاهيم تماما. والرسول هنا يقول شنو؟ ونقض حائط السياج المتوسطة أي العداوة مبتلا بجسده ناموسا الوصية في الفرائض لكي يخلق الإنسان الاثنين في واحد. هللويا. إذا تجسد المسيح ما بس مجرد إنه إحنا قاعدين نحتفل بميلاده، لكن ينبغي كمان نذكر إنه المسيح قدر شنو صار سلامنا. السلام اللي كان موجود في البيت اليوم ده، انا داري اجي في حاجه نكشه كده. السلام اللي كان موجود في البيت اليوم ده بين، يعني مش عايز اقول للجماعه النفر المزوجين، بين الاولاد والوالدين. يعني يمكن الولد يجي من برا بس على طول خاشي الاوضه بتاعه هناك، وتاني بكره يطلع بس من الاوضه للشارع، ما في سلام اساسا. وهكذا المتزوجين نفرين. ممكن المره اللي فاتت كنت يعني نقلت المرتب بتاعك نقلتوه في اوضه ثانيه، ما في سلام خلاص غربت. لكن احنا قاعدين نحتفل دلوقتي، من فتره امشي تجيب المرتبه اللي انت وديته هناك ده، تعال جيب راجع.
تعال جيب مرتبه بتاعك ده، ارجع في اوضتك، جمل الاوضه بتاعك، زينه، اديه بخور شويه ذاك. الله ليه تقول ما يمين. السلام اللي كان موجود ده احنا محتاجين نسترده الايام، واحنا قاعدين نحتفل، واحنا قاعدين يعني زينا بيوتنا، يعني زي شايفين هسه الوقت، يعني الستار ده يعني المدام دي جايبه من مصر، شوف التكلفه ده كله. وكمان في تقريبا في واحد هنا كمان، انا قاعد اشوف رانيا هناك، وفي سوزن هناك، وفي كوك هناك. الناس دي البيوت مزينه، صح ولا غلط؟ عشان يسوع المسيح جاء اتولد في الدنيا. يا ريت نفس الصيانه، نفس الستاير ذاته نخطه في قلوبنا. القلوب اللي كان في الظلام ده نشيل الظلام ده برا، نخط الستار بتاعت يسوع المسيح. هللويا. نخط سلام بتاعت يسوع المسيح. الليله انت تمشي تجيب المرتبه بتاعك، وتجيب بطانيتك، تجيب ملايتك، تجيب شنو بتاعك ده، تعالي جوا. هللويا. تعالي جوا يتونسوا كده براه كده ويستريد. رجعوا ثاني علاقه، رجعوا علاقه ثاني. اللي كان مكسر المره اللي فاتت ممكن قد يجوز، انا ما اقدر اقول حاجه المبالغ، قد يجوز اي واحد بيدخل المطبخ وبراو، لكن حاجات ده كله يسوع في تجسده، حاجات ده كله نشيله برا الليله. يمكن اختك سنه كامله 11 شهر كنت عملت له بلوك، عملت له بلوك في التليفون بسبب انه اختلفتوا في شيء بسيط جدا، بسبب انه قالوا بتاع الشمارات بتاعتنا ده، عملت له بلوك على طول عشان ما تشوفه ولا تسمع كلامه ثاني. لكن انا داير اقول لك الليله لا، المسيح صار سلامنا. امشي استرد، يعني بدل انا البلوك اللي كنت عملته ده، ولا بيقول له شنو ده ثاني دخلته في قائمه السوداء، استردوا ثاني من فضلك، ردوا ثاني، قول له يا اختي انا بحبك، يا اخي انا بحبك، ثاني نرجع في علاقه من جديد. انت قادر تعمل كده؟ كلنا قادرين نعمل كده، اكيد بيسوع المسيح قادرين. الليله ده حتى لو الايميل بتاعه كله كنت ضيعته، تعال اطلب من جيرانك خلي يديك ايميل بتاع اختك ذاك وزميلتك ذاك، لان ده صديقي. فقدته، ربما فقدت حاجات كثير من اللي كان كويسه اللي كان بيدوا لك، والنساء السمحه اللي كنت قاعد تتونسوا، لكن بسبب خلاف صغير عملت له بلوك على طول. هللويا. واحنا قاعدين نحتفل برئيس السلام، والسلام لا يعني السهوله، يعني السلام بس ما بيعني خلاص يعني حاجه يعني يكون في حاجه كل سهوله قدامي. لا، يسوع المسيح تكلم يوم من الايام كمان وقال شنو؟ انا ما جيت عشان ما نلقي سلام، لكن انا جيت الغي سيف والسلام كمان. الكلام ده بيعني شنو؟ يعني احنا يسوع المسيح صار سلامنا، مش خلاص كده يكون يعني السكه اللي احنا ماشيين فيه يكون مفروشه العروج، لكن يصادفنا حاجات كثير لاننا موجودين في رئيس السلام. ورئيس السلام نفسه يسوع يعني ما فرش له عروض في الطريق، شفناه في ولادته، يعني الولاده حصلت بصعوبه شديده، ولما جاء يلقي رسالته يكمل الخطه من اجل الجيش ادى الرساله ده بصعوبه شديده، ولما جاء عشان ما يرجع بعد كده لمكان اللي جاء منه رجع بصعوبه شديده. اذا انت كمؤمن ككنيسه ما بيعني يعني انت خلاص الله يسوع صار سلامنا نعيش في يعني خلاص في اطمئنان وكده، لا، لكن المسيح هو يعني لما نكون في يسوع يبقى لنا في سهوله، بيسوع يبقى في سهوله. انتوا فاهمين اللغه ده؟ بولس قال كده يوم من الايام استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اذا بيسوع في السهوله نعيش بالسلام. تشوف يعني كل يوم يعني انسان مبتسم، يعني وشه بيلمع كل يوم، ما بتعرف متين هو زعلان، ما بتعرف متين هو أزنان،
ما بتعرف 200 هو اصابته يعني مشكله، ليه؟ لانه عنده السلام الداخلي مع يسوع. اذا بيسوع المسيح بيدينا يعني السهوله انه نعيش بالسلام. هللويا. لكن بيسوع بدون يسوع المسيح بيكون في جفاف. بيكون في جفاف. انا بدي ابدا بالوش، تكون متجفف من الوش، لان السلام المسيح انت مش عايش فيه، انت عايش قلقان، انت عايش مهموم، انت عايش يعني انت بتفكر لبكره، بكره يبقى شنو؟ انت خايف من المجهول. بكره يا جماعه يساعدني شنو؟ بكره هيكون شنو؟ لكن بيسوع بنعيش بسلام. هللويا. اذا يا احبائي عاوز اقول انه رئيس السلام يسوع المسيح ليه تجسد؟ ليه؟ يعني هو رئيس السلام يجي يتجسد؟ طبعا ده كلام استحاله، لكن بالعقل بتاعتنا بنشوف ده استحاله. لكن في خطه الله في برنامج مرسوم، في برنامج مخطط. اذا سؤالنا القائم في النقطه الثانيه يمكن ده الاخير، ليه رئيس السلام اللي هو يسوع المسيح لماذا تجسد واتولد؟ ليه؟ يسوع المسيح كرئيس السلام جاء الى العالم كهو اله عشان يتمم الفداء. يتمم الفداء القبيل اللي انا قاعد اقول فيه في ذبائح كان بيقدموه كل يوم وما كان نافع، كان بيكلف، كان متع، كان فيه صعوبه. لكن بتجسد المسيح جاء عشان يتمم الفداء والخلاص كمان، وذلك بالتكفير عن خطيه جنس البشر بدمه الكريم. هللويا. اللي سبق في الصليب يسوع المسيح جاء من اجل الهدف ده. الهدف النمرة 2 رئيس السلام يسوع المسيح جاء وتجسد بل واتولد عشان يعطي اعلان الكامل والنهائي والشامل. يدي شنو؟ اعلان الكامل والنهائي والشامل. يعني النهايه كيف؟ ان ما بيكون في ثاني ولاده يسوع المسيح، يعني يوم من الايام ما هيتولد ثاني في الجسد. والنهايه كيف؟ يعني خلاص ده تاريخ مختوم. لان المره اللي فاتت قاعدين نقولوا ولاده المسيح قسم تاريخ على 2 هجري وميلادي. ده يسوع المسيح جاء وجرد الاعلان ده بقى اعلان نهائيه والكامل، يعني اعلان النهائي والكامل والشامل. اي انسان سمع عن يسوع المسيح، هللويا، اي بشر في الدنيا هنا سمع عن في زول اسمه يسوع. حتى الجماعه الثانيين بدل له كلام، يقول سيدنا عيسى، ما دارين ما اسم المسيح ده صعب جدا ومخوف، قالوا سيدنا عيسى. اذا اعلان من اجله يسوع المسيح جاء اعطى اعلان كامل والنهائي والشامل. كل بشر سمع، ما في اي بشر عنده ثاني يعني يقول انا ما سمعت عن واحد اسمه يسوع. لكن الهدف النمرة 3 من اجل رئيس السلام اللي هو يسوع جاء في العالم هنا، جاء يسوع وتجسد واتولد ليكمل الناموس. ليكمل الناموس. لأن لو ما كان أعمل كده ما كان يكون في إصلاح بين الإنسان والله، ما يكون في التقارب، ما بيكون في هنا قربنا عليه، ما يكون في استرداد على العلاقة المفقودة. لكن بنظل احنا يعني فاهين في النص، ما بيكون في يعني الغاية تاعتنا. لكن يسوع المسيح كرئيس السلام هو جاء ليكمل الناموس، ناموس الله، ونفس الوقت يتمم النبوءات.
هللويا. والمسيح جاء إنسان كامل ونفس الوقت إله كامل ومولود في المزود. انتوا سامعين اللغة يعني بيخش كده ما تفهموا، لكن بالنعمة كده نفهم على طول. ولد يسوع المسيح كإنسان كامل ونفس الوقت إله كامل. عشان كده بنسمع ابن الإنسان وابن الله يسوع المسيح رئيس السلام. يعني كلام كأنه مخلوط، لكن نحن مسيحيين بنفهمه كده إنه الله في المسيح بقى إنسان كامل وبقى كمان إله كامل المولود في المزود وهو رئيس السلام. هللويا. خلينا نختم بالخلاصة. الخلاصة بتاعتنا بيقول شنو؟ إن المسيح ولدوا في زمن افتقد فيه العالم السلام. افتقد العالم سلام، ما في السلام في العالم كان، وما في أمن وما في الأمان. وإذا القرون السابقة، القرون الأول شاهدت الكلام ده بطريقة مباشرة، إن ما كان في سلام. زي بنقرأ في إشعياء 9 والعدد الأول هناك: الشعب الجالس في الظلمة أبصر النور العظيم، الجالسين في أرض ظلال الموت زي ناس نفتاليا وعبد الزبلون، ناس كان عايشة يعني في قلق، ما في السلام. إذا نستطيع نقول إنه يسوع المسيح رئيس السلام اتولد في الوقت وفي زمن اللي افتقد فيه سلام ما بين الشعوب وبين العالم وما في الأمان، لكن اتسلط عليه العنف. لكن في يوم ميلاده كانت أنشدة السماوي من الملائكة قائلين: المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ده السلام اللي العالم كان يفقدوه في زمن العهد القديم. إن المسيح رفض. النقطة نمرة 2 من الخلاصة: إن المسيح رفض في كل آياته. وكمان المسيح يعني رفض، يعني الناس رفضوه، لكن نفس الوقت يسوع المسيح رفض إنه يستخدم أي عنف ضد أي بشر. شفت الكلام ده؟ يعني المسيح رفضوه، لكن هو نفسه رفض إنه يستخدم أي عنف، لكن هو كان بينادي بالسلام، وكان بيتكلم بكلمات السلام وكلمات العطف وكلمات الرحمة وكلمات التعالوا لي. إذن في كلمتين هنا مزدوجة: المسيح رفض، هو بنفسه رفض إنه يستخدم أي عنف ضد أي بشر. وهكذا حياتنا كالكنيسة ينبغي أن يكون كذلك كمثل ذلك. هللويا. المسيح في رحلته لم يرفع سلاح ولم يرفع سيف، لكن هو كان بينادي بالمحبة، وكان هارب الخطية، وكان بيحارب الظلم، وكان بيحارب الظلام، وكان بيحارب الأشياء الفساد الموجود داخل الإنسان. لم يرفع سيف، لم يرفع حرب، لم يشكل أي حرب، لكن هو كان بينادي بسلام وبمحبة، وكمان كان هو بيحارب الخطية. هللويا. المسيح مش بس كان بينادي بالحب والرحمة والوضاعة والترسى والتواضع، بس مش كده وبس، لكن كمان هو كان بيغفر خطايا الشعب، لأنه ده الهدف من أجله جاي. لم يفتح مدينة كبيرة، ولكنه فتح عينيه الأميان والعذن اللي كان ما قادرين يسمعوا. شفت الكلام ده؟ يعني المسيح ما بنى يعني مدينة ضخمة فيه أبراج، فيه يعني حاجات ضخمة، لكن مشى عشان يشوف يفتش العميان ولا ما قادر يسمع،
عشان يفتح عيونه، عشان يخليه يسمع تاني، عشان يكون عنده أمل تاني. المسيح وفر وصنع الأمل في الكان مفقود عليه هو الأمل. البائس واليائس والفقد الأمل والمشاعر خلاص انحدمت، المسيح جه يسرد الكرامة دوت. هللويا. الكراهية اللي كان موجود في النفرين حسب بولس الرسول في أفسس هناك، المسيح يعني بطل الكراهية دوت ووضع في وسط النفرين ديل سلام. لقد دعي رئيس السلام عشان لأنه هو متسامح، مش بس يزرع الحب وينزع الكراهية، لكن يزرع التسامح بين اثنين. الحدود اللي كان فاصلة يستردوا يسوع، وعطى كمان الغفران. الإنسان استطاع أنه يغفر لنفسه ويغفر للآخر كمان. يسوع المسيح دعي رئيس السلام بمعنى أنه صانع السلام. هللويا. يسوع المسيح دعي رئيس السلام لأنه هو صانع السلام. السلام اللي كان من العدم يسوع المسيح صنعه. هللويا. تستطيع الليلة عدم السلام الموجود في نفسك، السلام الما فيش في أسرتك، سلام الما فيش في حياتك، المسيح يستطيع أنه يصنع سلام لأنه هو صانع سلام. فلم يعلم تلاميذه أن يعملوا صلاحا، لكن علمهم أنه يفهم ما معنى مشيئة الرب، يصنعوا يعملوا مشيئة الرب معناه شنو، وما معنى كمان أنه يصنع سلام للآخرين. والمسيح كمان بيعلمنا الليلة بالمثل ده ما معنى أنه نصنع سلام مع الآخرين. مبتدئين من أنفسنا. أنا لما نقول مبتدئين مع أنفسنا، في الناس يعني ما عندهم سلامة مع أنفسهم، يعني كارهين نفسهم، مدين نفسهم بأي أمور خلاص. البيس اللي يحصل ياما طبعا سمعنا حاجات زي كده كثير جدا. البيس اللي يحصل خلاص قدامي هناك وأنا مالي. شفت الكلام ده؟ ياما طبعا هناك في مصر، هنا طبعا أنا ما أعرف، لكن هناك في مصر الناس اللي فقدوا السلام في أنفسهم في حياتهم، ترى في أدوار الخامس دول يمد للأرض يديه كده خلاص ماشي انتهت. ها؟ ده يعني ده إنسان خلاص وصل بقمة يعني التوتر وبقمة العناية، خلاص إنه ما في أمل كله. لكن المسيح لم يعلمنا كده، يعلمنا إنه نفهم مشيئته، كيف نفهم مشيئته وكيف نصنع يعني سلام لأنفسنا وسلام للآخرين وسلام الأسر بتاعتنا وسلام مع جيراننا وسلام كمان مع أصدقائنا وسلام كمان مع النقبرة بتاعتنا. هللويا. ها؟ كل ده المسيح علمنا، ما علمنا كله إنه نعمل العنف لأنفسنا ولا لأصدقائنا ولا يعني جيراننا، لكن علمنا إنه نصنع سلام. إن الحقيقة دي الجملة الأخيرة، إن الحقيقة التي لا يشعبها أدنى الشك هو إنه لا يمكن أن يتمتع الإنسان بسلام الحقيقي إن لم يحصل على سلام مع الله. أنت ما ممكن كله تستمتع مع سلام الحقيقي إذا ما حصلت على سلام مع الله، إذا ما كونت علاقة مع الله وعايش في الله مع الله بالسلام. ما ممكن تجرب كله ما ينفع. لا يمكن يعيش تلك الإنسان بالسلام مع نفسه أو مع الآخرين إن لم يكن هو ملتصق بمصدر رئيس السلام هو يسوع المسيح المتجسد. انت ما ممكن كله تعيش مع الآخرين بالسلام ولا مع نفسك إذا ما التصقت برئيس السلام اللي هو يسوع. يعني التصاق كيف؟ أبونا لما يتجوز نفرين هناك يقول يترك الراجل أباه وأمه
هكذا البنت كمان يلتصق التصاق، يكون الجسد واحد. إذا أنت ما التصقت بيسوع، ما تعلقت بيسوع، ما ممكن تعيش بالسلام مع نفسك، ما ممكن تعيش في سلام مع الآخرين إذا ما التصقت بمصدر السلام. الرب يباركنا أحبة. أنا طولت في الكلام، لكن الليلة بنختم رسالتنا إنه المسيح هو رئيس السلام، هو رئيس السلام، هو مصدر السلام. السلام المبغوض المرة اللي فات فتش السلام ده وين؟ أنا خليته وين؟ أنا خليت في هانوفر، أنا خليت في برلين، أنا خليت في وين؟ هنا في باير، خليت في مصر. نفتش السلام ده، نفتش. خلينا نختم كده مع ترنيمة لما نتذكر إحنا في ميلاد، لكن بنرنم ترنيمة بتاعت القيامة. لما أتذكر جا شاني أنا ما برجع تاني، لما أتذكر جا شاني أنا ما برجع تاني، لما أتذكر متى شاني أنا ما برجع تاني. لا 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 أنا ما برجع تاني، لا 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 أنا ما برجع تاني، لما أتذكر تجسد يسوع أنا ما برجع تاني، لما أتذكر تجسد يسوع أنا ما برجع تاني، لا 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 أنا ما برجع تاني. حباي لما نتذكر تلك الحادث، المرنم يقول أنا ما برجع تاني. مش نصلي في أحد الوقت ونختم الرسالة بالصلاة، وأنا قاعد أصلي في اسم يسوع المسيح لأجلي كل النفس اللي فقد سلام، إنه الليلة المسيح هو واقف جنبك، واقف جنبي، واقف جنبنا كلنا، بيقول لك وبيقول لي يا ابني أنا عايز أرد لك تاني السلام المبغوض ده، سلام المزقه الفساد والمزقه الخطايا، المزقه عدم مصداقية وعدم حب للآخرين. أنا عايز أرده الليلة، أنا عايز أرد لك الليلة. هو بيقول لك، هو بيقول لي يا ابني أنا واقف جنبك وأنا بدق في الباب، إذا أنت سمعت فتحت الباب أنا بخش وأنا بدخل بتعشى معاك وأنا أكون معاك وإلى الأبد بنكون معاك وما بسيبك تاني. المسيح وعدنا كده، بس اللي عايزه مننا إننا نمد له قلوب. في إرميا بيقول ليه يا ابني أعطني قلبك، ولاحظ كم أنا بفعل لك. المسيح بيفعل لك أكثر من ما أنت تتوقع، بس ما عليك تفتح تمد قلبك بس ليه. هللويا هللويا في اسم يسوع. يا أبانا أنا قد أصلي في اسم يسوع المسيح من أجل كل قلب الليلة اتقطعت، من أجل كل نفس الليلة بناديك وبكورك ليك يا يسوع ابن الناصر، ارحمني، ارحم تلك النفس، ارحم تلك القلب، ارحم تلك الشخصية، ارحمنا يا يسوع، يا يسوع ابن داود، يا يسوع ابن داود، ارحمنا الليلة. رد لنا يا رب اللي فقدناه في الشهور، في الأسابيع، في السنين،
يا رب رد اللي ما اكلته جراد، ما سلبه ابليس. ابليس سلب مننا اشياء كثير جدا كويس. ابليس سلب مننا سلام، ابليس سلب مننا القعده مع بعض، ابليس سلب مننا علاقتنا مع بعض كاخوه. يا رب ابليس سلب مننا امور كثير جدا كويس، وحاجات ثمينه جدا ابليس سلبه مننا. انا قاعد اصلي في اسم يسوع انك ترد لنا كل الاشياء وكل الامور اللي ابليس سلبه، تسترد في اسم يسوع المسيح. يا رب حتى في بيوتنا ابليس سلب مننا سلام، ابليس سلب مننا يا رب علاقه زوجيه، ابليس سلب مننا يا رب امور انه نقعد في المحبه، ابليس سلب مننا حاجات زي كده، لكن بدل لنا بالعنف، بدل لنا بالكراهيه. احنا قاعدين، انا قاعد اصلي، قاعد انتهر كل مملكه الشر وكل الظلمه في اسم يسوع المسيح. بندعى كل اسره وكل النفس وكل المزوجين في يدك يا رب، في ملء البركه، انك يا رب تحررهم الليله. يا رب الليله يحصل لنا اتصالات، يحصل الليله انسجام، يحصل الليله الوحده، يحصل الليله يا رب في قعده زي القعده بتاع السنه الفات وبتاع السنين الماضيه. يا رب القعده الكويس، القعده الونس اللي فيه يا رب انسجام، الونس فيه وهام، الونس فيه المحبه. يا رب باركنا يا رب. شكرا انك تسمعنا. استمر، باركنا باسم ربنا يسوع المسيح. امين امين. هللويا. تفضلي هاي. امين. استاذ سوسن ممكن تطلع في البيوت لو انت قاعد في البيوت. استاذ سوسن. امين. ربنا يباركك كثير يا ابونا ويستخدمك بقوة عشان تقدر توصل رسالة البعيدين عن ربنا، الما قادرين الرسالة ما قادرة توصل لهم. ربنا يباركك ويوصل كثير. ممكن تفتح كاميرا عندك عشان ما الحاجة بس اللايف شغال. افتح كاميرا. قفل ميوت، الصوت ما في. مدام سوسن الصوت ما في. الصوت ما في والفيديو ما في برضه. معلش عشان كان ولدي معي وقاعد يعمل إزعاج شوية، عشان كده قفلت كل حاجة. ربنا يباركك كتير يا أبونا، ورسالة كان واضح. والكتاب المقدس بيقول اللي عنده أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. نحن لازم نسمع الكلمة ونعمل به، ما نسمع ونخطه ساكت. أمين. وصلنا للنهايات وماشيين ندي ناس فرص للسلام، دقيقة دقيقتين. الحب يسلم على الكنيسة يتفضل، ومنه السكرتير جاهز عشان يديني إعلانات بتاع الأسبوع. فرصة للسلام. في زون السلام. سلام دقيقة دقيقتين عشان الزمن ما يسرقنا. لو في زول أول مرة يحضر معنا كمان الضيوف ممكن يفضل. أستاذة عواطف. اوكي ناخذ الفرصه. تفضل. المجد لله في العالي على الارض، السلام للناس المسرح.
وأنا مبسوط زي ما ربنا يحفظنا حتى وصلنا في الولادة الجديدة هو يوم 25 شهر 12. كثيرين ما حصل في هذا السنة أو يوم 25 شهر 12، وأنا مبسوط جدا. بسلم عليكم سلامي سلام أهل البيت، بسلم عليكم باسم الرب يسوع المسيح. إن شاء الله أنتم مسرورين. شكرا. وبرضه نقول لكم فرويس Weihnachten und wünsche euch ein frohes Fest im Grub. Alle sind Gott segne uns. Amen. ebenso. Gleichfalls. Dankeschön. فرصة لسه مفتوحة. الأستاذة عواطف تفضلي لو أنت سامعة. أنا جديدة يا سوسن. طولت من أي كل سنة وأنتم طيبين. أنت طيبة. بسلم عليكم كلكم، كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يعيد علينا كل سنة كريسماس بالسلام والمحبة والوئام، ويرمم يرمم، لأن ربنا هو مرمم الصخور. ويستخدمنا في ألمانيا. كل سنة كل واحد علاقته كويس مع ربنا، مولود ولادة ثانية، والكريسماس ما يكون كريسماس تقليدي إنه بس نعمل كريسماس ونلبس ونعمل. الكريسماس هو ولادة ثانية، هو قبول وتغيير وتحرير للجسم بتاعك وعلاقتك مع ربنا. تجدد علاقتك مع ربنا. لو أنت ولدت أساسا ولادة ثانية، لو أنت ما مولود ولادة ثانية ألحق نفسك. لو أنت ما سلمت حياتك لربنا، لو ما حررت نفسك من القيود بتاع العالم، لأن العالم مليان مشاكل، مليان حاجات كتيرة. لو أنت ما مولود ولادة ثانية ما هتقدر تتحمل الضغط الجاي في العالم، الآلام الجاية في العالم. لكن المولود ولادة ثانية هيقدر يتحمل الضغوط، هيقدر يتحمل فبقول لكل واحد سلم حياته، جدد علاقتك مع ربنا. واللي ما سلم حياته يلحق نفسه يسلم حياته ويتولد ولادة تانية ويتغير ويعيش حياة فيه تجديد، وإلا حيكون موجود ضحية للعالم الآتي، لأن العالم ماشي خلاص في النهايات. فالعالم الآتي صعب، جاي أصعب من اللي نحن فيه هسه. فربي يبارككم وكل سنة وانتم طيبين. شكرا. ربنا يباركك. ربنا يبارك كل واحد ادى سلام. ولا في فرصة لسه في زول قاطعته؟ في زول تاني حب يسلم على الكنيسة؟ تمام. ربنا يبارككم. وفرصة ده نديه للسكرتير خليه يديني اعلانات بتاع الاسبوع. طيب، في المقام الأول أنا مبسوط جدا في يوم بتاعت الليلة، يوم مبارك. فأنا بسلم عليكم سلامي وسلام الأسرة بتاعي واحد في شخص يسوع المسيح. إن شاء الله كلكم انتوا في السرور. شكرا. نقول لكم ألف مبروك كمان للمولود رئيس السلام. اليوم كان كلمة قوية. ربنا يبارك كثير يا قسيس، ويوسع تغومك بالمعرفة تكون سبب بركة للكثيرين. فالسيد المسيح علمنا كيف نحن نكون عندنا سلام في الداخل، وبعد كده نحن نقدر ننتقل إلى جيراننا زي ما ذكر الخيس
وإلى العالم أجمع. فده مهم جدا. أما أن تكون أنت إنسان مسالم ده مهم جدا، أنت بتقدر تواصل. لكن لو أنت ما عندك سلام في نفسك أنت ما هتقدر تعمل حاجة فعلا. دايما لما أنت بتعمل الحاجة اللي أنت جربته أكيد أنت بتواصله يعني بخبرة يعني كويس شديد. لكن لو أنت قاعد تتكلم عن الحاجة وأنت ما دخت ولا أنت ما جربته أنت ما هتقدر توصل. فعشان كده الوعظ بتاعت الليلة شجعني كتير جدا. فيا ريت نحن نثبتوه في قلوبنا، لأن المحبة هي رأس لكل حاجة، بالأخص نحن مسيحيين. فخلينا نقوله الإعلان بتاعنا يوم الأحد القادم إن شاء الله هيكون معنا في القيادة رانيا كوري، وهيكون معنا في الكلمة وفي الوعظ مباشر سمير إبراهيم من أمريكا. فده هو كله في الإعلانات. فأنا بدي فرصة برضو لأن إعلان يعني ما جاتني بتاع سيدات، لو في إعلان بتاع سيدات برضو ممكن أقدر يعلنوه، فنديكم 5 دقائق كده عشان تقدر توضح. فزي ما كمان انتوا عارفين يعني خلاص نحن في بدايات تانية هنجهز نفوسنا للسنة الجديد، فممكن برضو تسمعوا شوية من الإدارة، ممكن يجينا متأخر كده إعلان هنعمل شنو في رأس السنة. فبتمنى لكم عام سعيد لكل الناس. فأنا أدي فرصة كمان للسيدات، ممكن لو في إعلان ممكن أقدر أعمل. ربي يبارككم. تفضل يا سيدات. السكرتيرة هو الرئيسة، ممكن تبدأ. نعم. أمين يا كنيسة. بسلم عليكم كلكم بشخص الرب يسوع المسيح، وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله ربنا يحقق أمنياتكم ويدى المجيد. الإعلانات بتاعت الأسبوع الجاي يوم 3 في المشيئة بتاعت ربنا. يعني أنا بعتذر إني نسيت النايف في البيت، الدفتر حقي في البيت، لكن أنا بتذكر إنه الأخت صوصة اللي كان في الكلمة وما عرفت إنه كان في القيادة. يعني سوري، بعتذر وربنا يبارككم. كل سنة وأنتم طيبين. هنا ده أنت مدام طيبة. نعمات تقول نعمات هي في القيادة. تمام. إعلان السيدات ماما نيمات هتكون في القيادة، والأخت سوسن هتكون معنا في الكلمة. عاوز أقول كمان شوية عن رأس السنة. ما ممكن ربنا يبارك من أجل التوضيح. مظبوط، شكرا. ربنا يباركك. أنا كنت قاعد أقول يمكن رأس السنة يعني بنكون في محل تاني باحتفال برأس السنة. كمان بدي دعوة لو في زول مستعد إنه يجينا في باير يزور باير. في الإخوة هنا في منشن رتبوا إنه يكون في احتفال برأس السنة، كنيسة أفريقية، وإحنا نكون فيه. وأنا شخصيا بدي الدعوة لو في زول عنده شجاع ممكن يجينا ما في مشكلة يعني. واللي أنت عايز بعد كده ممكن بعد كده تطلب عنوان وكلام ده. شكرا. بس ممكن انت تعملوا لايف عشان احنا نشارك في اللايف، ما مشكله. التذكرة عليك يا ابونا، عايزين نيجي. تذكرة ادوني تذكرة ذاتها. خلاص خشوا في اللايف عشان نحضر بس كمعزومين. تمام. ربنا يبارك يا ابونا. في شيء تاني قبل ما نمشي للختام؟ الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموتى أشرق عليهم نورا. أنه يولد لنا ولدا ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا،
إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. من نحن خلصنا، بعتذر معلش أخذنا وقت زيادة، لكن كلام الرب كان مليان، وربنا يبارككم جميعا. وماشيين نختم، لو ما في حاجة تاني ماشيين نختم مع القسيس، خليه خطنا في يد بتاع ربنا. اوكي، خلينا نختم مع بعض. انت لا هنا الى الامس والى اليوم والى الابد، انت ما تسيبنا وانت مرافقنا في كل وقت حسب وعدك. انا معكم كل الايام وكل انقضاء الدهر. يا رب بنستودع ارواحنا وانفسنا واجسادنا في يديك، بنستودعه في حمايتك، لانك يا رب انت حمايتنا وانت راعينا صالح. وهنا راجعين في العالم من بكره، يا رب رافق حياتنا، رافقنا يا رب. يا ربي ما تصرف عنا نظرك، ارعانا في كل مكان وفي كل زمن. احفظنا يا رب من كل الشرير ومن كل الشبعه. يا رب خطينا بدمك، خطينا بإرادتك، حتى يا رب اللي بيرعونا يراك انت يسوع. مكتوب ويرى أعمالكم الحسنة في مجد أباكم الذي في السماويات. سربلنا بإرادتك وبمشيئتك، خطينا بمشيئتك يا رب. خلي المشيئة تملى حياتنا وتخطينا. ناس تشوفوك يا رب فينا، ومن خلالنا يا رب الناس يشوفوك يسوع. باركنا وبارك أسرنا، بارك أولادنا، بارك أزواجنا وزوجاتنا يا رب. حل سلام في حياتنا أولا، في أسرنا وفي مجتمعنا، المجتمع الفاسد يا رب اللي سلطت عليه إبليس، ويا رب جرت كل خيرات وفسدتها. لكن يا رب شكرا لأنك جيت استرديت كل ما قد سلبه إبليس. نعظمك نباركك أيها القدوس لأنك باركتنا اليوم يا رب. شكرا من أجل الولادة الجميل اللي أنت اتولدتها وجددتها في قلوبنا. استمر جدد حياتنا، استمر زين حياتنا بوجودك حتى نعيش لك أنت يا يسوع. أن مكتوب إذا عشنا بالمسيح نعيش، إذا متنا ولك نحن يا يسوع. علينا نعيش ونحن ضامنين وحياتنا مستدرة فيك أنت يا رب. نكرمك نباركك يا رب. شكرا من أجل أنت الحضور، شكرا من أجل كل شخص حتى اللي كانوا غايبين من المجتمع ومن الكنيسة. نكرمك نباركك لأنك باركتنا بالرسالة القوية دوت يا الله. اختمها في قلوبنا وأيمنها يا رب عليها. شكرا لأنك علمتنا في صلاة البنين قائلا يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك. خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجانا من الشرير. لعنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة الروح القدس تكون معنا من الآن وإلى الأبد. آمين. الرب معنا. آمين. معاكم جميعا. هللويا. آمين. سل الرب. آمين. شكرا.